تعالوا اقول لكم ازاي بتعامل مع بشرتي الدهنيه الحساسه المعرضه للحبوب في الصيف والحر ده. اول حاجه بتبع نظريه اقل احسن. يعني ايه؟ يعني بستخدم منتجات قليله في روتين الصباحي، طبقات اقل، وفي نفس الوقت المكونات اللي في المنتجات دي بتكون كويسه ومفيده لبشرتي. فتعالوا اعرفكم على مرطب حبيته جدا في الصيف، ما طلعليش اي حبوب، وكمان فيه 4% نياسيرمايد ونوعين هالورونيك اسيد، فبيحسن من افراز الزيوت، بيدي ترطيب حلو قوي، وكمان بيقوي حاجز البشره. المرطب ده من براند اسمها نوت. كمان المرطب ده مفهوش اي عطور او زيوت، عشان كده بشوف ان هو اوبشن حلو قوي للبشره الدهنيه المعرضه للحبوب وكمان الحساسه. وبرده خلوني اقول لكم تجربتي مع الغسول من نفس البراند. خلوني الاول اقول لكم ان هو اسمه مورنينج ستار هالورونيك جيل كلينزر. من اسمه ان هو احسن استخدام ليه الصبح، عشان هو جنتل، ممكن نستخدمه الصبح وبالليل.